يو ام باك. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله جوكم باهي، ان شاء الله يا ربي الامور تمام التمام. كان نسألك سؤال ونقول لك شكون احسن رابور في تاريخ تونس، اكيد باش تجاوبني سمارة والا علاء والا كازو والا اي واحد من الرابورات اللي طالعين توا كل واحد وذوق. لكن انا في سؤالي مانيش نقصد شكون احسن رابور في وقتنا هذا، انا نقصد احسن رابور في تاريخ تونس والرابور اللي حل البوابه للرابورات الكل. هو اول بشر يطلع في شوكيس في سواري بريفي في بوات دو نوي، هو اللي حل الباب لبقيه الرابورات باش يعملوا الفن هذا. للناس اللي ما عرفتوش شكون نحكيو على ايمينو واللي عباد مازالت تقول اللي هو حي، وفما عباد اخرى مازالت تقول اللي هو ميت. وخذا حقه فيه كبقية المتهمين، كان الحكم بعدم سماع الدعوة. ما ننساوش اللي بين 2012 و 2013 ايمينو وقف على الأقل 6 مرات قدام المحكمة. من غدوة اللي كان يتسمى ايمينو يهبط تصوير أخرى بالكوفية الحمراء المرة هذه على رقبته مع بني كحلة، يعلن ولاء لأبي بكر البغدادي قائد تنظيم داعش. نتقابلوا في الآخر يمكن عند ربي، يا في الجنة يا في جهنم. مروان الدويري اتولد في منوبة 23 سبتمبر 1990. السيد هذا من صغره كان ينظر للفن بمنظور آخر. باش تفهموا الصورة، راهو في الوقت هذاك ما كانش فما حاجة اسمها راب في تونس، ويسكن النظام القديم كان مسكر على الشعب وما كانتش فما انترنت. ايمينو بدا يكتب ويلحن الروحهم اللي كان عمره 10 سنين كهو. عمك ايمينو كبر ويهبط اول ألبوم ليه عام 2005 بعنوان مجاهدين. مد اللي خلقك من ام وابو مسلمين، حل عينيك مادامك تتنفس غير من اللي تعبس على المين. لي بغاله لي بغالو لاكسون، واحد من الناس كي كل الناس كي اللي بعد في ميسون ما سيكسيون ريبريزنت كل تونسي. ورغم اللي الالبوم كان ناجح جو باهي في برشا تراكات، لكنه ما هبطش على اليوتيوب بسبب مشاكل مع شركة الانتاج. وراو في الوقت هذاك ما كانت سهله الحكايه انك تهبط فيديو على اليوتيوب كيما وقتنا توا. في وقتنا توا اسهل حاجه انك تعملها انك تهبط اغنيه، جوست تلزم معك 60 ولا 80 دينار، تمشي لاقرب استديو تصب اغنيه تعمل شان يوتيوب وتهبطها وحدك هكا. في الوقت هذاك ما كانتش الامور ايزي بالطريقه هذيك. ويرجع ليمينو عام 2007 للموسيقى بستيل جديد مختلف، ستيل بالرسمي باين قداش العبد هذايا مختلف على الاخر بشهاده برشا رابورات في تونس. ايمينو احسن رابور في تونس. هاو شو نقولك علاش، كسوا تكنيكمون ولا كفلو ولا اللي تحب انت، الطفل هذاك احسن. حتى من الخليجيين وصلوا يفايبيو عليه. وعام 2009 يهبط ثاني ألبوم، والألبوم في الوقت هذاك عمل سوكسي كبيرة وضجة كبيرة برشا، وصل عمل غناية مع لطفي العبدلي واللي كان توب في التمثيل على الآخر. وعام 2010 بدا ايمينو يغني في دي سواري بريفي. للعباد اللي ترى انه حاجه عاديه انه رابور يطلع في شوكيس عام 2010 يغني، راهي حاجه ما كانت سهله على الاخر، خاصه رانا نحكيو في عهد ظلم وما فماش حريه تعبير، واصلا ما فماش رابور يطلع في شوكيس اصلا. يتشد ايمينو تحكم عليه بعمل حبس، جرد ديديكاس عملوا له ود الكانس في غنايه بوليسيه كلاب. بعد ما عدى العامين حبس ليمينو الموداليتي نتاعو تبدلت، وكره الحاكم وكره البلاد كلها. نسيتي للبيع من تونس على قريب نودع ما فاك ميرو ثينجل اللي ما عجبوش على قريب توقاني في سوريا نضرب بالكرتوش. والتغير هذا اللي صار ليمينو بعد العامين حبس حسوا بيه ولاد حومته وحسوا بيه الناس القراب ليلو. بعد مدة قصيرة من خروجه من الحبس نتفاجئوا الناس الكل بتغريدة هبطها على تويتر يعلن فيها انه باع روحه لابو بكر البغدادي الداعش. معناتها من ارتيست كبير ضارب في تونس يعمل في شوكيزوات وجو مريقل في الوقت هذاك، لنوصل اخبار نهار 17 افريل عام 2017 يقول اللي ليمينو مات. برشا عباد صدقت الخبر هذايا وبرشا عباد كذبت ومازال تامن اللي ليمينو ليومنا هذا مازال حي. كواعب صدرها يبدو إذا راحت. اكتبوا لنا رايكم شباب في كومنتات، اسكو ليمينو مازال حي ولا توفى؟ تنساوش اللايك والشير والسبسكرايب. I'll see you in the next video.